السلام عليكم، يا اهلا وسهلا فيكم متابعين قناتي. برحب فيكم وين ما كنتوا عم تحضروني. اليوم راح نحضر مع بعض طريقة عمل اللوبيا الخضراء المطبوخة باللحمة الناعمة. طبعا اللوبيا هي مفرزة. وكمان راح نحضر مع بعض أطيب طريقة وأسهل طريقة وأنجح طريقة لعمل الرز بالشعرية بطريقة ناجحة ومضمونة. تابعوا مع الفيديو للأخير لتشوفوا طريقة التحضير. وبتمنى منكم إذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوا تنضموا لأسرة القناة، أكيد بتنوروني. كمان لا تنسوا تفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني من اللايك وتركوا لي رأيكم بالتعليقات وتعملوا شير للوصفة. هلا رح نبلش بتحضير الوصفة، بتمنى لكم مشاهدة ممتعة. اول اشي رح نبلش بمكونات اللوبيا الخضراء. طبعا مثل ما شفتوا انا نزلت لكم فيديو بالقناة عن طريقة تفريز اللوبيا، رح اترك لكم الرابط اسفل الفيديو وكمان رح اترك لكم اياه بالتعليق المثبت. عندي هون انا نص كيلو لوبيا مفرزة، طلعتها قبل ب10 دقايق من البراد لحتى تفك شوي من التلج. وكمان رح نحتاج نص كيلو لحمة ناعمة مفرومة ناعم، تقريبا فيها 20% دهنة. وممكن كمان تستخدموا اللحمة المفرومة خشنة وكمان بيكون فيها قطع دهنة. وكمان رح نحتاج بندورتين حبتين كبار معصورين على الخلاط او ممكن نفرمهم فرم ناعم. وكمان رح نحتاج معلقة ونص اكل من الكزبرة الناعمة، ورح نحتاج كمان نص راس توم مهروس مع رشة ملح. وكمان رح نحتاج لمقدار من الزيت، تقريبا هون رح استخدم معلقتين اكل من الزيت الذرة. وكمان رح نحتاج معلقتين اكل دبس بندورة او معجون بندورة محضر منزليا. واذا مو متوفر فيكم تستخدموا معجون بندورة يلي بيجي بالعلب. وكمان رح نحتاج لكمية من الملح. رح احكي كمان عن مكونات الرز بالشعيرية. للرز بالشعرية رح نحتاج ربع كوب من الشعرية، وكمان رح احتاج معلقة اكل من السمنة، ورح احتاج كمان مكعب ماجي وملح. وكمان رح نحتاج له معلقة اكل من زيت الذرة. وعندي انا هون رز كمية نص كيلو، يعني بيطلعوا تقريبا كوبين ونص او كوبين وثلاث ارباع. هلا رح بلش اول اشي بنقع الرز. رح ضيف على الرز نص معلقة اكل من الملح. وكمان رح بلش ضيف له مي سخنة لحتى يتغمر الرز. رح انقعه قبل ما بلش بتحضير اللوبيا. طبعا انا هون استخدمت رز مصري حبة ناعمة. هلا رح بلش بتحضير اللوبيا. رح اخد اول اشي طنجرة ورح احطها على النار. رح ضيف كمية من الزيت مثل ما حكينا، تقريبا مقدار الزيت معلقتين اكل. ممكن تستخدموا كمان السمنة بس انا بفضل الزيت لاني اللحمة موجود فيها دهنة. رح استنى شوي على الزيت لبين ما يسخن شوي، وبعد هيك رح بلش باضافة الثوم. طبعا هيك اكلات بتحب الثوم والكزبرة كتير مثل ما حكيت بفيديوهاتي السابقة. لهيك انا بحب كتر توم، كل ما كترنا توم وكزبرة كل ما بتطلع نكهة افضل. هلا هون بلبنان بيضيفوا الكزبرة الخضراء، بس بصراحة انا ما حبيتها بالكزبرة الخضراء، بحبها بالكزبرة الناشفة. حمصت الثوم شوي وبعد هيك ضفت الكزبرة، ورح ارجع اقلبهم كمان شوي مع بعضهم. طبعا عندي اللحمة جامدة، رح خليها شوي لبين ما تفك. طبعا اول شي هون انا هديت النار لبين ما فكت اللحمة تماما، وبعد هيك برجع بعلي النار لحتى تنشف مية اللحمة. وطبعا طول ما اللحمة على النار بستمر بالتحريك فيها لحتى ما تنحرق. بضل بقلبها بهاي الطريقة، وبس تنشف ميتها رح بلش بإضافة اللوبيا. طبعا هون أنا نشفت عندي المي، رح ضيف هلأ اللوبيا تقريبا فكت 90% من التلج. كمان رح بلش هلأ بتقليب اللوبيا تقريبا مدة 3 دقايق على النار لحتى تاخد نكهة التقلاية ونكهة الثوم والكزبرة. بس ما بحركها يعني بكبس ايدي عليها كتير لحتى ما تتكسر معي اللوبيا. بحركها على مهلي لحتى تضل حبتها مثل ما هي. هلا انا هون مثل ما لكم شايفين لسه عندي اللوبيا قاسية. لحتى تستوي منيح رح ضيف لها هلا مي، تقريبا رح احتاج لتر مي بس لحتى اغمر فيه اللوبيا. طبعا انا هون ضفت مي سخنة، وبعد ما اغمرها بالمي هلا رح اخلي النار تحتها اقل من الوسط وغطيها وخليها تنسلق لبين ما تستوي استوى كامل. قبل ما تضيفوا دبس البندورة او البندورة المعصورة اتأكدوا انه هي مستوية استوى كامل، لاني اللوبيا بترجع بتكمش اذا ضفنا دبس البندورة او البندورة ولسه هي مو مستوية. هلا انا هون تقريبا مرق عندي اكتر من ربع ساعة بشوي.
استوت عندي اللوبيا طبعا. ندقرها هيك بايدنا، واكيد لازم ندوقها لحتى نتاكد انه ما ضل لها قرطه ابدا. بعد هيك انا رح بلش باضافه عصير البندوره، وكمان رح ضيف معجون البندوره. وبعد هيك رح قلبها شوي، وبعدين رح ارجع غطي الطنجرة لبين ما تتعقد كتير منيح. وهون بخلي النار تقريبا تحتها اقل من الوسط بشوي لحتى ما تنشف مرقتها فورا. وهلأ لبين ما تتعقد معنا اللوبيا رح نبلش بتحضير الرز بالشعيرية. بطنجرة ضفت معلقة سمنة، وكمان ضفت عليهم معلقة زيت. الزيت الذرة بيخلي الرز مفلفل أكتر، ما بيخليه معجن. رح استنى على السمنة والزيت لبين ما يسخنوا شوي، وبعد هيك رح بلش بإضافة الشعيرية، ورح قلبهم شوي لبين ما ياخدوا لون ذهبي. طبعا هون لازم يكون النار وسط لحتى ما تنحرق فورا الشعيرية. بنحمصها على نار خفيفة شوي. هلا هيك بعد ما استوت عندي الشعيرية واخدت لون الذهبي، راح ضيف كمية من المي السخنة. طبعا ممكن تضيفوا مي باردة، بس للأسرع يعني أنا بضيف مي سخنة. عندي أنا كوبين ونص رز منقوع، راح أضيف نفس المقدار من المي. كمان راح أضيف كوبين ونص من المي السخنة. وبعد هيك راح أضيف عليهم مكعب من الماجي، أو ممكن تستخدموا ماجي بودرة، بتستخدموا معلقة أكل، لأني الماجي البودرة بتبقى نكهته أخف شوي من المكعبات الماجي. وكمان رح ضيف ملح. تقريبا أنا هون ضفت معلقة ونص صغار من الملح. الملح طبعا على حسب الرغبة. هلا أنا رح أترك المي لبين ما تتعقد منيح، يعني تاخد وقت تقريب دقيقتين على نار وسط. بعد هيك رح بلش هلا بإضافة الرز. طبعا أنا الرز المنقوع غسلته كتير منيح أكتر من مرة لحتى بيضت ميته، وبعدين ضفته فوق المي يلي عم تغلي. رح أخلي الرز يغلي مع المي تقريب الدقيقة كاملة لحتى تفتح حبة الرز، ولحتى مية الرز تنحصر على الرز. قبل ما هدي النار وغطي الرز، بحرك الرز تحريكة خفيفة بهذا الشكل، وبعدين بغطي الرز وبهدي النار على الآخر. يعني شمعة لازم تكون تحته لحتى يستوي منيح وما تنشف ميته بسرعة، لحتى يطلع معنا الرز مفلفل وبدون قرطة. هلا مثل ما حكينا بنغطي النار، لازم يكون الغطا منيح لحتى ما يطلع البخار لبرا، ومنهدي النار شمعة تحته. هلا هيك تقريب الوقت اخد 5 دقايق لبين ما استوى ونشفت مية الرز تماما. بقلبه تقليبة خفيفة بهذا الشكل، وبطفي تحته النار وبرجع بغطيه وبتركه مغطى 5 دقايق لحتى يرجع يفلفل الرز ويرتاح. هلا هيك كمان صارت عندي اللوبيا جاهزة للتقديم، وكمان الرز صار جاهز مثل ما كنتم شايفين ما شاء الله. هلا انتوا اذا كنتوا حابين تكون مرقتها اكتر فيكم تضيفوا مي، بس نحن بنحبها مرقتها خفيفة، يعني مرقتها قليلة شوي، ما بنحبها كتير مسقسقة بالمرقة. هلا انا رح بلش باسكبها. وكمان الرز صار عندي جاهز للتقديم. حطيته بهذا الصحن وخليته تقريبا 3 دقايق لاخد شكل القلب. وبعد هيك كمان قلبته بالصحن يلي بدي اقدمه فيه، وتركته شوي لبين ما يتقلب على بعضه لحتى اقدر اسحب الصحن بدون ما يرجع يفرط الرز ويفتح بقلب الصحن. بتركه هيك شوي مقلوب، وبعدين برفع الصحن. وهيك بكون صارت وصفتنا جاهزة لليوم. بتمنى وصفتي لليوم تكونوا حبيتوها، بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالفيديو. وانا اذا كنت عم بطئ بالفيديو شوي لحتى تفهموا علي، ولحتى يكون الوصفة ناجحة ومضمونة لحتى تاخدوا افادة اكتر، بتمنى لكم عن جد تكونوا عم تستمتعوا بفيديوهاتي اللي انا عم حضر لكم اياها. بتمنى اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوني من اللايك، لاني عن جد اللايك بيساعد برفع القناة وبدعم القناة. وكمان شاركوني رأيكم بالتعليقات، وجربوا الوصفة لاني عن جد الوصفة طلعت ولا اروع من هيك. وكمان اذا كنتوا جداد على القناة لا تنسوا تنضموا لأسرة القناة، واهم شي تفعلوا جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد من وصفاتي. شكرا كتير من قلبي لحسن متابعتكم ولدعمكم لقناتي. بشوفكم الفيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.